ألقت الشرطة الإسبانية القبض على المدافع البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق، وأوضحت صحيفة سبورت أنه تم احتجازه لحين عرضه على القضاء تمهيدا لمحاكمته في اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي يوم 30 ديسمبر الماضي. قالت الصحيفة أيضاً أن داني ألفيس سخر من وسائل الإعلام أثناء احتجازه في سيارة الشرطة، وقالت إن العاملين في الملهى الليلي عالجوا المرأة قبل نقلها للمستشفى في سيارة إسعاف قبل أن تتقدم بشكوى ضد اللاعب البرازيلي في أوائل يناير الجاري. وفي معلومات جديدة ظهرت عن نجم الكرة، قالت صحف جديدة أن ألفيس استفرد بالفتاة طوال 15 دقيقة في الحمام، وهو ما اعترف به للمحققين ظنا بأنه يعزز روايته لهم من أن ما حدث بينه وبينها بعد منتصف الليل تم بالتراضي، وإلا لكانت استغاثت أثناء تلك الدقائق وطلبت النجدة. أما الفتاة فروايتها مختلفة، فقد قالت أنه عزلها في الحمام وهاجمها واغتصبها وتمكن من إجبارها على ممارسة ما كان يرغب به. مع ذلك أبلغت المحكمة بعد يوم من اعتقاله أنها لا تريد منه أي تعويض مادي إذا تمت إدانته ومعاقبته ليكون درسا للآخرين. وقالت صحف إسبانيا أخرى أن ألفيس قدم 3 روايات مختلفة حول ما حدث في الملهى الشهير، فقال في الأولى إنه لا يعرف الفتاة ولا يتذكر شيئا عنها ولم يرها في حياته، ثم اعترف للثانية أنه تواجد بالملهى الليلي معها لكنه لم يلمسها. أما الرواية الثالثة فقد ذكر السبب للمحققين أن ما حدث كان برضاها في الحمام المشترك بين الجنسين في الملهى. أمرت القاضية بإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن من دون حق الإفراج عنه بكفالة، وذلك استنادا بقرارها إلى أن الشابة تقدمت بشكوى بعد الذي حصل في الحمام مباشرة أبلغت الفريق الأمني في الملهى الليلي بما فعله ألفيس بها، فاتصل الفريق بالشرطة التي ألقت القبض على داني ألفيس قبل أن يغادر الملهى، وسجلت إفادتها كضحية نقلتها إلى حيث خضعت لفحص طبي في مستشفى ببرشلونة، والفحص أثبت أن ما حدث لم يكن برضاها.